سلام تام. معكم مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. العلاقة الزوجية ماشي غير ارتباط رسمي أو مشاركة يومية، بل رحلة حياة طويلة. باش تبقى العلاقة ناجحة خاصها المودة والرحمة وقاعدة من العدل والإنصاف. الإنصاف كيعطي كل طرف نفس القيمة، نفس الحق في الاحترام والتقدير. أول خطوة في الإنصاف هي التواصل الصادق، نهضروا مع بعضياتنا على احتياجاتنا، المخاوف ديالنا، ونتفهموا بعضياتنا. الصمت كيدير فجوة، ولكن الصراحة كتقوي العلاقة وتوازنها. ماشي من الضروري تقسيم متساوي حرفيا، ولكن بشكل منصف. يمكن يكون الزوج مسؤول على المصاريف والزوجة أكثر من أكثر صبر مع الدراري والدار. العدالة تعني كل واحد يعطي حسب القدرة ديالو بلا ما يحس بالاستغلال. الإنصاف ماشي غير في الأفعال، حتى في المشاعر مهم جدا. كلمة شكرا ولا ضحيكة كتقدر مجهود الشريك ديالك، وكتعلمنا نحتارمو الاختلافات بعضياتنا ونسمعو ونخليو كل واحد المساحة ديالو باش يعطي على طبيعته. ناخدو مثال بحال دابا الزوج خدام ساعات طويلة والزوجة كتعتني بالدراري في الدار، ومن بعد قررت الزوجة تكمل القراية ديالها، فتكفو الزوج بالبيت والولاد. خداه على العاتق ديالو طواعية باش يخلي الزوجة ديالو تكمل قرايتها ودير داكشي اللي باغا ما كانتش دايراه قبل. سنوات من بعد الزوج مرض ووقفات الزوجة جنبو. هادشي كيبين ان الانصاف ماشي تقسيم جامد، بل توازن مبني على المحبة والتقدير. يعني يطيح الاول غيسيب الثاني حداه. اجي نقولوا ان الانصاف في العلاقة الزوجية سر السعادة والاستقرار. كل ما زادت، كل ما شعر الطرف بالعدالة، كيزيد عطاؤه والوفاء، والعلاقة كتولي أقوى من أي تحديات.